عمرو وجيه، انا شغال في المقاولات، التعامل مع الصناعيه كله غرايب. غرايب؟ انا عايزك تصحصح معايا الدنيا عشان انا في كرب. اتفضل. لا، مواقف الصناعية كلها وتبريراتهم كلها غريبة. قول لنا موقف. كان أغرب موقف فيهم، دخلت أستلم حمام من مبلط سيراميك، والحيطة مايلة من فوق ميول باين جدا إنها يعني أنت مش محتاج هندسة عشان تستلمه. وبعدين بقول له الحيطة مايلة، أنت مركبها غلط. فبص لي كده قال لي معلش يا باشمهندس أنت لسه صغير، كنت لسه متخرج يعني. اتكل على الله عشان كل ضيق. تقول لي مايله وبتاع هعدلك. انا بقول لك ايوه تعمل فيها باشمهندس، ده في الجامعه هناك لما احنا الشمس كانت قفانا. اتفضل. بس فقال لي عشان انت لسه ما تعرفش يعني، بس هو دي مقصوده علشان وانت بتاخد دش في الحمام والميه بتتبخر فتلزق على الحيطه. ايوه. فتقع تاني ما يعني. احنا عندنا كده قصدي. ما سمعتش قال ايه؟ بتكثف على هو قال حاجه؟ قلت ايه؟ قلت لك التبرير اللي بيقوله ان هو قصدها يعملها كده عشان الميه تتكثف على الحيطه وتقع منها، ما تفضلش تتزحلق على الحيطه يعني، لا بتقع. فهو قاصد الميول ده. هل في اخر الحكايه قال لك حاجه فانت قلت له ايه؟ قال لك انتش او كده ولا؟ لا يعني لا، ما هو اصل انا حاسس ان القصه فقال لك ايه، الميه هتبقى على الحيطه كده هتقوم واقعه فانت عمال تقول له وايه كمان. طب وبعدين؟ لا ولا قبلين، انا عجبني التبرير اديته هو مكافأة وطردت المقاول اللي جايبه.